زيطه زيطه زيطه، وكل واحد بقى يرمي بياضه ويقول بتاع. يا جماعه، يا جماعه الخير، انا اشيد جدا 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 بما فعلته اداره النادي الاهلي بايدين محمد رمضان، واعود واؤكد يعني انه اجمل حاجه انك تواجه مشاكلك. هو انت ليه بتخاف تواجه مشاكلك؟ في مشكله حصلت والبعض بس التبس عليه الامر انه المشكله حصلت في الملعب بعد المباراه، عشان في ناس تقول لك تاني يوم، لا، هي حصلت في الملعب بعد المباراه، وكانت برضو مجرد، هي كانت مشاده ما بين امام عاشور ومحمد الشناوي. بعد ما كانت الامام عاشور زعق شويه وكوكا قال له ما تزعقش، لا انا زعق، لا ما تتكلمش انا اتكلم، ملوش حاجه عندي، ما حدش ليه حاجه عندي، جه الشناوي ونفس الكلام كده، ما حدش ليه حاجه عندي، انا مش عارف ايه، انا بتاع. لا في ضرب ولا في بتاع، لكنه في خروج عن القواعد المعمول بها داخل النادي الاهلي وداخل غرفه الملابس، في التمرين، في الملعب، في المباريات، في التقسيمات، في اي وقت من الاوقات. دخل مدير الكوره، الموضوع انتهى، فضل الكلام يتقال شكرا، في اجتماع بكره. اجتماع بكره، غرامه 1,000,000 جنيه وايقاف لمده اسبوع والتدريب خارج نطاق الفرقه. امام عاشور اسف، بعتذر قدام الناس كلها، هذا الامر لن يتكرر مره اخرى. محمد الشناوي اخويا الكبير، محدش بيعمل كده، محدش بيعمل كده، بس الاهلي بيعمل كده ليه؟ لانه عنده ظهير قوي وهو الجمهور. الجمهور بتاع النادي الاهلي بيعشق الاهلي وبيفضله عن نجوميه اي لاعب ايا كانت هذه النجوميه، وده اللي اللعيبه كلها تاكدت منه. احنا يا حبيبي هنبقى في ظهر النادي، موضوع خلصان بالنسبه لنا، فما تدخلش في خناقه انت خسرانها من البدايه. ممكن تدخل خناقه مع واحد اوكي، لكن مع ملايين الملايين مستحيل، خاصه ان الجماهير النهارده بتعبر عن ارائها من خلال السوشيال ميديا، من خلال مواقع، من خلال برامج، كلها مفتوحه. انتهى الامر عند هذا الحد. الاهلي اتخذ قرارا تربويا، امام عاشور تقبله بل اعلن اعتذاره وخلص الامر. اجيب بقى مش عارف مين في التليفون واعمل مش عارف ايه، يا جماعه يا جماعه ما تخلوا اللعيب يركز وشيدوا بهذه القرارات لانها قرارات مهمه. اذا كنتوا عايزين، احنا بنتكلم على نظام وعلى احترام، ايوه هنا في نظام وفي احترام وفي مبادئ وفي قيم، مع كل احترامي اللي قالوا مش عارف ايه وقصه ايه، ما تخليش انتمائك يخليك تروح في سكه تانية، وما تخليش تعليق او بتاع يقول لك الله عليك يا جمالك، سيبك من الكلام الفارغ ده كله، اشتغل صح يعني. طبعا بسرعه قال لك ايه، عرض بامام عاشور ب6 مليون دولار ومن السعوديه، وبعدين واحد تاني يحط فيديو بصوا كان عامل ازاي في فرح امبارح، كان مش عارف ايه، وكلام تاني انه محمد رمضان هو وعمرو السوليه خدوا امام عاشور من ايده وركب معاهم العربيه وراحوا على بيت محمد الشناوي عشان عاشور يصالح كابتن الفريق. انا سالت في النادي الاهلي قعدوا يضحكوا. الحاجه الوحيده الصحيحه اللي انا متاكد منها انه خد مران فردي امبارح تنفيذا للعقوبه وملتزم تماما، بس ده اللي انا عارفه يعني. وبعدين هو هيروح للشناوي بيته ليه؟ ما امام موجود في النادي والشناوي موجود في النادي يعني، ما وعايز يروح لبيته ما هيروح له من نفسه. فلما تبقى في حاجه صح اتعملت، حاله تقويم جيده اتعملت، اشتغلوا عليها.